السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حرفيا في فيديو اسطوري. ان النهارده اقول لكم جميع الاضافات اللي هتكون موجودة معانا يوم الخميس المقبل، يعني بباكجات الوقت الاضافي بكل اللعيبة اللي هتنزل معانا في حدث التوتي، وكمان الالتيميت توتي، حدث القسم بتاع الالتيميت توتي افضل تشكيلة في السنة، وكمان مين اللعيبة ال 106 وال 107 اللي احنا هناخدها مجاني 100%، والحاجات دي كلها اقولها لك النهارده. ولكن قبل ما نبدا، لايك اشتراك، عايزين نوصل 1000 مشترك قبل شهر رمضان ان شاء الله. احنا دلوقتي 935 مشترك، عايزين نوصل لل1000 ان شاء الله في اقرب وقت. وليتس جو على الفيديو. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. ونبدا هنا باول حاجه معانا في اللايف، وهي تشكيله السنه رسميا. إيميليانو مارتينيز حارس مرمى 105، الليفت باك جريمالدو 105، الار بي كارفخال 106، السي بي ويليام صليبا 105، فيرجيل فان دايك 107، السي دي ام رودري 107، السي ام بيلينغهام 106، والكام كول بالمر 105، الار دبليو محمد صلاح 107، ال دبليو فينيسيوس 107، الاس تي كيليان امبابي 106. ودي رسميا تشكيله السنه. وطبعا اللاعب رقم 12 هيكون كريستيانو رونالدو، ولكن مش هينزل الخميس ده، هينزل الخميس اللي بعد الجاي. ورسميا نزلت معانا تاني حاجه، وهي الايقونات بتاعت الاسبوع التاني. ار بي كارلوس البرتو 107 هيكون اقوى ار بي في اللعبه، اس تي كرويف 107، واس تي كمان ايزيبيو 106، وكمان ليفت وينج ولاول مره في التاريخ سامويل ايتو ينزل ليفت وينج باوفر 106، وكمان فيديتش سي بي 105. دي الايقونات بتاعت الاسبوع الرابع والاخير من لعبه اف سي موبايل. فخلاص دي الخمس ايقونات اللي معانا في الاسبوع الرابع. ركز بقى معايا علشان دلوقتي احنا حرفيا دخلنا على حلويات كلها. طبعا هنا المطورين في اللايف دخلوا على قسم الالتيميت توتي. فانا طبعا عندك الاول ان هو بيعرض لك كده شويه حاجات، بيقول لك مثلا ده القسم بتاع الهجوم، وده القسم بتاع الدفاع، وكمان ده القسم بتاع لعيبه خط الوسط. فبيعرض لك طبعا اللعيبه دي، الحته دي يعني ملهاش اي لازمه. فبعدها بقى عمل الحاجه المهمه والحاجه اللذيذه قوي، دخل على القسم كده اللي بعد يعني دخل في جوه القسم كده شويه، لقينا ان في مهام انت المفروض تلعبها. المهام دي كل ما تخلصها هتاخد جوائر. شايف كميه الجوائر اللي قدامك دي كلها هتاخدها، وفي الاخر هتاخد باكج كده. اتوقع ان هو مش هيكون احسن حاجه الصراحه، ولكن ممكن يفاجئنا. ده لسه هنشوف دلوقتي في اللايف، ولكن انا بتكلم دلوقتي ان في هتخلص، اول ما تخلص المهام دي هتاخد الباكج ده. طب اول ما تخلص بقى الباكج ده، واول ما تخلص المهام دي كلها هتاخد ايه؟ هتختار مكافاه من الاربع مكافآت اللي قدامك دول، لاعب من تشكيله الالتيميت توتي. يا اما بالمر كام 105، يا اما جريمالدو ال بي 105، يا اما حارس مرمى ايميليانو مارتينيز 105. حرفيا ثلاث مكافآت اسطوريه جدا، ولكن الاكثر اسطوريه من الحاجه الاسطوريه اكتر منهم، وهي 200 نقطه من حدث المعرض. انت لو انت معاه، لو انت مش ناقصك واحد من الاربعه دول، يعني انت مش عايز كام ومش عايز ال بي ولا مش عايز حارس مرمى، انصحك تاخد ال 200 نقطه. انت تقدر تجمعهم وتجيب لاعب 105 او 106 او 107 عادي جدا من قسم المعرض. وطبعا المهام هتكون سهله جدا، ان هو مثلا تجيب 100 جول، تكسب 20 ماتش، الحاجات دي عادي مهام يعني بنعرف نعملها وسهله جدا. ولكن انت طبعا مش هتاخد اللعيبه الاسبوع ده، لا، هو في مهام قسم اول ومهام قسم تاني ومهام قسم تالت. اول ما تخلص التلات اقسام هتقدر تختار مكافاه من الاربع مكافآت اللي قدامك دول. وهنا طبعا هو دخل على قسم المعرض وعرض لنا اسعار لعيبه الالتيميت توت. يعني فينيسيوس هيبقى ب 1500 نقطه، غالي جدا الصراحه. رودري ب 1000 نقطه، كمان محمد صلاح ب 1000 نقطه، فيرجيل فان دايك ب 1000 نقطه، بيلينجهام ب 1000 نقطه، كيليان امبابي ب 1000 نقطه. وعندك هنا طبعا كارفخال 500، صليبا 600. ما انصحكش ان انت تجيب النسخه دي. عندك مثلا 500 و400، يعني الاسعار دي كلها بتاعت لعيبه الالتيميت توتي. وهنا طبعا هو عرض لنا اسعار اللعيبه الايقونات كلها. فزي ما انتم شايفين كده، كارلوس البرتو ار بي زي ما قلنا 107 ب 1000 نقطه، كرويف اس تي ب 1000 نقطه 107، وكمان عندك سامويل ايتو ليفت وينج ب 500 نقطه بس، وكمان عندك ريكيلمي ب 300 نقطه، وفيديتش ب 300 نقطه الاثنين 105، وكمان عندك ايزيبيو ب 1000 نقطه اس تي. وهنا كمان هو عرض لنا طاقات الولا كرويف، هو عرض طاقات كل اللعيبه، ولكن الصراحه اللي لفت نظر كرويف يا جماعه 5 قدم ضعيفه، 5 حركه مهاره، اس تي 107. حرفيا هيكون اقوى اس تي في اللعبه. وكمان مش مهم ان انت تشتريه من السوق، لا، ان انت تقدر يا اما تكسبه يا اما كمان تاخده ب 1000 نقطه بس من حدث من قسم المعرض. فالصراحه كرويف اقوى لاعب نزل معانا النهارده في الحدث، والصراحه انصحكم بيه ب 1000 نقطه بس.
وطبعا هنا هيكون موجود معانا اللاعب هيون مين سون اس تي 108، وهو اصلا مطور من ال 104، يعني هو 104 ومطور 4 رانكات، يعني 108 هيكون موجود في الماتش. بس زي ما انتم عارفين ان التصريح النجم هيكون في تصريحين نجم في حدث التوتي. التصريح النجم الاولاني اللي هو في باتريك فيرا، وده خلاص هينتهي يوم الخميس الجاي، وطبعا ده التصريح اللي هينزل يوم الخميس الجاي، واللي هيكون فيه هيون مين سون، وكمان هيكون فيه اف سوبند، وكمان هيكون فيه نقاط من قسم المعرض، يعني نفس تصريح النجم برضه بتاع باتريك فيرا. وطبعا ده تاني حدث هينزل معانا، وهو حدث الهيرو. طبعا حدث الهيرو برضه هينزل معانا، وبرضه هيكون مكون من 4 اقسام. طبعا القسم الاول برضه اللي هيستعرض لك فيه اللعيبه والكلام ده كله. وطبعا هنا هيقول لك ان انت تقدر تاخد كل اللعيبه دي، يعني مايكون 106، هاورد 105، توري 106، وستام 106، وكمان جراجر 105، وكمان ايدن هازارد 106. ولكن كل اللعيبه دي زي ما انتم شايفين كده مطورين، اغلبهم مطورين رانك، واغلبهم مطورين رانكين. يعني اللعيبه هنا متطوره، مش الاوفرات الاصليه. يعني هنا مش 106 و105، لا هم متطورين، يعني تقريبا اغلبهم 103 و104 في الاوفرات دي يعني. وطبعا عشان تاخد اللعيبه دي لازم تبدلها بالتوكن، والتوكن دي يعني كل لاعب محتاج 100 توكن عشان تقدر تاخده. طب التوكن دي تقدر تجيبها ازاي؟ هقول لك دلوقتي. التوكن دي بقى طبعا انت هنا عندك كل يوم توكن مجانيه تقدر تاخدها، يعني عندك كل يوم زي مسارات كده تقدر تلعبها. هنا مثلا تاخد 10 نقط وتاخد مكافآت كتيره برضو. فانت عندك هنا كل يوم تقريبا 10 نقط، وقلنا اللاعب اصلا ب 100 توكن، يعني تقريبا انت محتاج لك 10 ايام بس عشان تجيب اللاعب ده. وطبعا هنا برضو في توكن زرقاء وفي توكن حمراء، انت بتختار توكن معين وتلعبه. فطبعا التوكن الزرقاء بتديك لعيبه، والتوكن الحمراء بتديك لعيبه. طبعا بعد ما تخلص ده كله في الاخر هتقدر تاخد يا كوينز وكمان جواهر، وكمان نسخ ماسكرانو، وكمان باكجات، يعني حاجات مكافآت بسيطه جدا. وطبعا هنا ده القسم الثالث، زي ما انت شايف حرفيا في كميه لعب، وفي كميه مكافآت وجوائز كتيره جدا. وفي الاخر بعد بقى ما تخلص كل ده كله هتاخد استيكر، او هتاخد حاجات بس تحطها في الشعار بتاعك، او الشعار بتاع الفرقه بتاعتك. انا حرفيا مكافآت سيئه جدا، مكافآت ملهاش اي لازمه في القسم رقم 3. وبعد بقى ما تخلصهم وتاخدوا الاستيكر هتقدر تاخد 3 نسخ ماسكرانو هنا مجانا من القسم الثالث. وطبعا هنا القسم الرابع والاخير حرفيا قسم ملوش اي لازمه، حرفيا انت هتاخد الاستيكرات بتاعت اللعيبه بس، حرفيا ما فيهوش اي مكافاه واي جايزه مهمه يعني. وطبعا هنا برضو دخل على قسم المهام، وليه برضو ان في برضو مهام لحدث الهيرو، ولكن برضو مهام برضو ملهاش لازمه، 200 و 300 جوهره وملصقات والحاجات دي كلها. وهنا طبعا هم دخلوا على المتجر، لقى انه في باكه مجانيه فيها 999 جوهره وكوينز، وكمان فيها ايرلينج هالاند باوفر 99 اس تي. طبعا يعني مكافاه يعني يعتبر كويسه. وخلاص رسميا طبعا اعلنوا ان لاعبي الدوري ابطال اوروبا رسميا اتطوروا كلهم، وبقوا خلاص جاهزين، اغلب اللعيبه بقت 105 وكده يعني. وطبعا هنا طبعا المطور فتح باكة 3000 جوهره، وطلع له برده جفارديول 101، يعني خلاص جفارديول راجع في الاسبوع الجاي. وطبعا ده الكود اللي هو التيميكستيل او حاجه زي كده، طبعا انا ضعيف في الانجليزي، فالكود قدامكم اهو. انسخوه وادخلوا على ريديم اف سي، هتكتبوا على كروم ريديم اف سي واكتب الكود ده، وهيجي لك المكافاه يعني في لعبه اف سي موبايل. وبس بكده كنا وصلنا لاخر اللايف وفي اخر الفيديو. طبعا ما عملش اي حاجه عن الوقت اللي ضاع فيه. سلام.